فاكرين اليوتيوبر اللي نزل مراته عريانه في نهائي كاس اوروبا عشان يعلن عن الموقع الاباحي بتاعه فيتالي، اللي الناس كلها كانت فاكره انه هيقضي عمره كله في السجن في الفلبين؟ من كام يوم بس تم الافراج عنه وخرج من الحبس. خلينا اشرح لك الكلام عليه. فيتالي معروف انه يوتيوبر مقالب مستفز جدا وقليل الادب، وطول عمره بيعدي الخطوط الحمراء مع الناس في الشارع، ودايما بيطلع منها بسبب شهرته او ذكائه في التحايل على القانون. بس المره دي واضح انه ما كانش حاسبها صح. بعد ما قرر يعمل فيديوهاته في الفلبين راح هناك وابتدى يغلط في الناس كالعاده، بس المره دي زودها قوي، بدا حتى يتريق ويستفز الضباط في الشارع. وهنا الدوله قررت تاخد الموضوع جد وفعلا حبست. ناس كتيره في الوقت ده فرحت فيه لانها شافت ان الاول مره واحد كان دايما بيطلع منها اتحاسب، ويمكن فرحوا اكتر لما عرفوا انه داخل واحد من اسوأ السجون في العالم اللي هو سجن الفلبين. وفعلا الظروف جوه كانت قاسيه جدا، وده كان واضح عليه لانه اول ما دخل كان بيضحك وبيهزر وكانه مش فارق له، وبعد ما اختفى فتره طويله ظهر تاني وعلى وشه الرعب كانه كان محبوس في كهف مش في سجن. ولحد اما ركب الطياره الخوف كان باين عليه، بس اول ما الطياره نزلت على الاراضي الروسيه الكاركتر رجع على طول وبدا يضحك وقال استنوني هحكي لكم كل اللي شوفه. والسؤال بقى، تفتكر اللي شافه يخليه يتغير ولا اول ما الكاميرا تشتغل هيرجع نفس فيتالي اللي نعرفه؟